السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الكرة مع خاله، وحشتوني. ايه رأيكم في الجو؟ ها، النهارده الجو مشمس اهو، وبصور لكم الشمس طالعة والجو بديع والدنيا ربيع. اليومين اللي فاتوا طبعا ما كانش الجو حلو، ومطر ورعد، وشفنا كده حاجات من ايام زمان بتاع الجو، جو شتاء زمان بقى، محتاج بقى العدس بقى والبصل والديلو. شفنا طبعا منتخب مصر وحلاوه منتخب مصر، وايه الجمال ده. وزي ما عملت معاكم الفيديو اللي فات وقلت لكم نفسي وامنيه حياتي ان احنا نفوز مره على السعوديه، لان احنا حظنا بيبقى وحش قوي، بنلعب كره حلوه وبنأدي معاهم وفي الاخر بنخسر. كابتن حسام حسن كسر كل التوقعات. ايوه كده، هو ده الحماس وهو دي الرجوله وهو ده المدرب المصري اللي احنا عمالين نناشد ونقول المدرب المصري عنده التقيل وعنده الكتير ويطلع احسن حاجه من اللاعب المصري. كابتن حسام حسن عمل اداء عالي قوي، واللعيبه لعيبه الاهلي ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ فينك يا استروب؟ تعالى شوف وارحمنا. شوف الكابتن حسام حسن عمل ايه مع لعيبه الاهلي. ده زيزو اللي في الاهلي، ده امام عاشور اللي بنشوفه نفسيا ونازل متضايق، ده تريزيجيه، محمد هاني واسيستاته، مروان عطيه فايق. في يا جماعه النادي الاهلي كان هو اللي بيلعب السعوديه. لا، عايزين نشوف بقى الروح دي، والكابتن حسام حسن معاه قلبا وقالبا وبندعمه. ماتش كان حلو جدا، خرجنا السعوديه في ملعبها، والجمهور طبعا كان ما شاء الله جمهور كتير جدا، وكان شكله حلو ودعم اللعيبه ووقف ورا اللعيبه، وكان يوم جميل جدا. ان شاء الله بقى، ان شاء الله بكره مع اسبانيا ان شاء الله. انا مش مشكله عندي النتيجه، بس عندي ان احنا نلعب كوره، وطول عمري بقول كده، العب حلو، ابسط جمهورك، ان شاء الله تخسر مش مشكله، بس انت عملت اللي عليك وربنا بيكرم. يعني مفيش حاجه انت مش يعني انت مش هتعمل اللي عليك وربنا مش هيكرمك، لا، ربنا بيدي. اجتهد وربنا بيكرم ان شاء الله ويوفق. نتفرج بقى ماتش حلو مع اسبانيا كده، نلعب كوره حلوه. وشفنا طبعا هيثم حسن لاعب ما شاء الله، عنده سرعات وعنده مهاره وعنده جرأه، وتحس ان هو بقاله كتير مع المنتخب، انسجم، عمل كوره حلوه وعمل كذا اختراق كده ومهاره وسرعه جميله. وشفنا برضو عجبني اداء قوي مهند لاشين، لاعب في نص الملعب تقيل قوي، اللاعب ده كويس قوي. يعني انا مهند لاشين بيفكرني بمحمد شوقي بتاع زمان كده. كان محمد شوقي ده كده الجندي المجهول في النادي الاهلي، كان يجي الناس يقول لك يا عم مين محمد شوقي؟ يا عم ده محمد شوقي هو نص الفريق، ده هو اللي شايل فريق النادي الاهلي. فمهند لاشين لاعب تقيل قوي في نص الملعب، ومش واخد حقه بصراحه. لاعب كويس، لاعب عنده رؤيه كويسه، بيباصي كويس، بيقطع كويس، فاهم الدنيا، فاهم الملعب كويس قوي، بيلعب كوره حلوه. شفنا ناصر منسي كده في بعض دقايق، وطبعا شفنا مصطفى محمد، والكابتن حسام حسن حب يشارك كل الناس عشان يديهم برضو الفرصه. وشفنا طبعا عوده الكابتن محمد عبد المنعم، بنقول له الحمد لله على السلامه، وحشتنا، وتنور ملعبك كده وتنور الدنيا كلها. لاعب محتاجينه في كاس العالم ان شاء الله، لان هو لاعب عنده روح، عنده كوره. اصابه بعدته 6 شهور، اصابه للرباط الصليبي طبعا، اصابه رخمه، واصابه بتبقى اللاعب راجع وعنده حته عدم الثقه كده وخايف على رجله. فان شاء الله محمد عبد المنعم يتعدى الخطوه دي، والكابتن حسام حسن بيأهله، وبنحاول ان شاء الله نشوف بقى كده منتخب مصر، لان انا والله ان شاء الله واثق يعني ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله، ان شاء الله بدعم الجمهور وكابتن حسام مع الفريق والاختيارات الكويسه ان شاء الله. لان طبعا ما كانش يعني حصلت كده كذا حاجه على السوشيال ميديا، وبعض الناس كابتن حسام بيختار من النادي الاهلي، وازاي واخد 7 من الاهلي ومش واخد حد من الزمالك. يا جماعه ما احنا بنقول الاجهز والاحسن يلعب. حسام عبد المجيد موجود، ناصر منسي موجود، ما احنا كنا، انا اول واحد طلبت ناصر منسي، انا اول واحد عملت فيديو، ورجع لفيديوهاتي واتفرجوا، قلت يا كابتن حسام ادي الفرصه لناصر منسي. ناصر منسي يستحق ان هو يكون موجود مع المنتخب. ليه؟ لا، ناصر منسي بقى له كذا ماتش مع الزمالك، لو ما احرزش هدف بيعمل اسيستات، روح في الملعب، بيجري، بيخلق فرص لزمايله. لا، ناصر منسي كان لازم يروح، وراح فعلا اهو. وحسام عبد المجيد بتقولوا محمد اسماعيل، طب يا جماعه ما هو محمد اسماعيل ماشي كويس، بس في لسه ما خدناش القايمه النهائيه لكاس العالم، اثبت نفسه، لسه في 6 ماتشات في الدوري، لسه في الزمالك مع افريقيا. محمد اسماعيل يثبت نفسه اكتر هتلاقيه موجود. ايه المشكله؟ مش خلاص هي ده الاختيار النهائي لقائمه كاس العالم؟ الكابتن حسام بيجرب برضه وبيشوف، نديله الفرصه، ما نقعدش كل شويه انتقادات. مش عايزين ننزل معنويات المنتخب للارض، عايزين نقف ونشوف، والاصلح ان شاء الله الكابتن حسام يختار القائمه اللي هيقول هي دي، خلاص هي دي ومعاه. بعد كده بقى ما يبقى في حاجات سلبيه نقول كان في سلبي يا كابتن، وكنت المفروض تختار ده والمفروض تختار ده، لكن مش هنقعد بقى نهبط المعنويات. منتخب ان شاء الله، انا عندي طمانينه ان الكابتن حسام هيعمل حاجه، لان طول عمري اقول منتخب مصر عايز مدير فني مصري،
اجنبي جربنا كتير فشلوا. زي ما بقول النادي الاهلي، يا ريت باشمهندس ياسين منصور، كابتن سيد عبد الحفيظ، نفكر في حد مصري. مش عيب يا جماعه. لسه قدامنا قلته خلاص المدير الفني يستروب مكمل، عشان قلنا الشرط الجزائي 6 مليون يورو، ماشي خلاص، عدي 6 ماتشات بقى بحلوها بمرها، خسرنا دوري خدنا دوري، هي كده كده خسرانه، لكن ممكن ناخد دوري، فاحنا نقول خلاص هيكمل يكمل. نفكر بقى بعنايه كده. عندنا الكابتن علي ماهر، عندنا الكابتن حسام البدري، عندنا الكابتن عماد النحاس. نشوف بقى من الاصلح وفين مين اللي هيقدر يجي عنده شخصيه يقود الفريق، ونديله سنه زي ما بتدي الاجنبي وتقول له معاك سنه وهنحاسبك بعدين. ادي المصري يا عم واتفرج واحكم بعد كده. انا حاسس ان شاء الله لعيبه الاهلي هترجع من المنتخب بالثقه اللي اداها لهم الكابتن حسام، بالروح المعنويه اللي اداها لهم، بالحماس اللي لعبوا بيه ماتش السعوديه. ان شاء الله هترجع، بس هي بتفرق في تكات مع المدير الفني. يستروب مش عارف، انا مش عارف هو مش عارف يستغل النجوم اللي معاه ازاي. يعني انتوا شفتوا اللعيبه الكابتن حسام، زيزو عامل ايه؟ ده هو ده زيزو بقى، هو ده زيزو اللي احنا اشتريناه من الزمالك، هو ده زيزو اللي انا شفته بقى لي 5 6 سنين مع الزمالك، كان هو شايل فريق نادي الزمالك. سرعه ومهاره، وبيلعب على المساحات وبيعمل اسيستات وبياخد ويروح ويشمس ويلعب ويجري. في الاهلي زيزو ياخد الكوره بنلف حوالين بعض، يروح يمين ويروح شمال ويرفع اوفر. زيزو بيشوط، ده زيزو بياخد سرعات، ده زيزو بياخد 1 ضد 1، ده زيزو بياخد ممكن 2 و3، بيضغط بيقطع. شفت الجون الاول بتاع السعوديه، زيزو ضغط قطع عدى من فوق اللاعب، ادى لاسلام عيسى. وبشكر الكابتن حسام حسن ان هو ادى الثقه لاسلام عيسى. اسلام عيسى من زمان وهو لاعب كويس جدا، لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب عنده الجرأه. اسلام عيسى لاعب من زمان، واللي اكتشفه الكابتن حسام في بورسعيد. الكابتن حسام هو اللي طلع اسلام عيسى واداله الثقه. فاحنا ان شاء الله نفسي بقى احنا يعني خلاص المنتخب ان شاء الله بكره نتفرج على الماتش وننبسط كلنا والمنتخب يحقق نتيجه كان سلبيه ولا ايجابيه، بس نفسي نلعب. انا ما عنديش مشكله حتى لو خسرت، بس العب في اسبانيا، احرج اسبانيا في ملعبها، وزي ما تطلع النتيجه ما عندناش مشكله. لكن ما نلعبش بقى ويبقى في اداء سلبي وتيجي فينا نتيجه عكسيه بنزعل. لكن نلعب ونأدي الاداء الكويس واللي علينا وربنا يكرم، خلاص مش مشكله، ما نبصش النتيجه عادي. ايه المشكله؟ ما فيش، خسرنا كسبنا ما فيش مشكله، اهم حاجه احنا لعبنا واثبتنا شخصيه منتخب مصر. نيجي بقى للنادي الاهلي. طبعا في كلام كتير والسوشيال ميديا وصفقات، وبن شرقي جاي له عرض من الوداد، وبن شرقي هيمشي وبن شرقي هيكمل. طب احمد زيزو هيمشي وجاي له عرض من السعوديه، لا ده جاي له عرض من الامارات. وطلع والده وصرح وقال لك ابني مكمل مع النادي الاهلي لصناعه التاريخ مع النادي الاهلي. تشكر يا عم احمد، يا حاج احمد، يا والد زيزو، او يا والد زيزو، احمد ابنك كويس، واحنا عايزين نشوف منه بقى الكلام دوت. ان شاء الله يرجع. ممكن يكون اللي مأثر نفسيا على اللعيبه المدير الفني، بس الله اعلم هل المدير الفني هل فعلا الكلام اللي بيقول اصل كل لاعب بيبص للعقد الثاني، ما اعتقدش. النادي الاهلي بيدي كل واحد حقه. انت واخد عقد كبير، اكيد بيعوض اللاعب تاني في اعلانات، في تسويق، في مش عارف ايه. انت في النادي الاهلي يا عم. انا نفسي اعدي بس من جنب سور النادي الاهلي. اي واحد فينا كجمهور النادي الاهلي لو اتعرض عليه بس يا عم يشتغل عامل نظافه في النادي الاهلي، كفايه ان هو يمثل اسم النادي الاهلي. نادي كبير، نادي عظيم بننتمي له كلنا، نادي محقق بطولات. ومهما يعمل النادي الاهلي احنا مش زعلانين، بس احنا زعلانين مش هو ده النادي الاهلي. عارف احنا لو احنا بنقول مثلا ما فيش صفقات والاهلي ما جابش صفقات وما دعمش كويس، لا الاهلي دعم احسن فريق في مصر، دعم صفقات. احسن فريق في مصر دعم صفقات. زيزو، بن شرقي، وامام عاشور وتريزيجيه ومحمد علي بن رمضان اللي احنا مستنيين منه كتير. محمد علي بن رمضان اللي لسه ما جابش من مستواه 30 40%. لا احنا عايزين بقى نرجع بقى من التوقف الدولي. عندك اول ماتش سيراميكا، نثبت بقى للناس كلها العب برجوله. تخسر دوري ما تخسرش دوري، العب باداء ووريني روح الفانيلا الحمراء. اقسم بالله العب. خسرت بس انا شايف ان اللعيبه ادت اللي عليها وعرقت في الملعب ولعبت باداء رجولي، هنسقف ونقول مش مشكله، دوري وراح. لكن العب بالمنظر اللي احنا شفناه في ماتش الترجي واللي شفناه قبل كده مع زد ومع المقاولين من اول الموسم، اداء مفيش روح، مفيش خطه، كل واحد بيجري في الملعب، كل واحد مع حاله، كل واحد صاحب الكوره، اخد الكوره واجري بيها وانا اللي هجيب الجون. لا، يبقى يعدي بقى 6 ماتشات ومش عايزين بقى وجع دماغ ومش عايزين حرق الدم، ونخلص بقى ونشوف الموسم الجديد ايه اللي هيحصل. بشكركم، ان شاء الله نعمل لكم فيديو بعد مباراه اسبانيا ونقول ان شاء الله ان المنتخب ادى اداء كويس ونفرح كلنا. لان انا بصراحه بفرح ان منتخب مصر مش هضحك عليك، اما كان بيبقى فيه مدير فني اجنبي بيبقى قاعد ملان، لكن انا مع حسام حسن بتابع المنتخب من اول ماتش مسكوا الكابتن حسام، وانا بحب الكابتن حسام والكابتن ابراهيم لانهم عندهم روح وانا بحب الروح اللي فيهم دي.
وبقول لكم خلي بالكم تقلوا، لان الجو بكره بيقولوا في مطر، فنخاف على بعض كده. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك، وتسيبوا لي تعليقاتكم كده، تقولوا لي عايزين نتكلم في ايه اللي جاي. عايزين نتكلم في قطاع الناشئين على مستوى مصر، والاكاديميات اكاديميات الكوره، عشان في كلام كتير عايز اقول لكم فيه، وناخد رايكم وانتم تدوني رايكم برضو. وتقابلوني على التيك توك، وتقولوا لي تعليقاتكم برضو على التيك توك، لان خالو على التيك توك، على صفحتنا على اليوتيوب الكوره مع خالو، في كل حته هتلاقوا خالو. وان شاء الله بقى نتفرج بقى ايه على المطوشه كده، ونحلل مع بعض المطوشه. باي باي حبايب خالو.